انت من المنيا؟ يلا عبود اطلع يلا. يلا عبود. يلا يا عبد يلا ورا الدكتور شاطر. يلا يلا. طيب هنا الاشعه هو عنده 10 سنين. يعني 20 9 بالظبط يبقى 10 سنين. هنا الاشعه بتاعته انت عارف ان في ضمور. ايوه. حاجه اسمها داند ووكر اللي هي الجزء الاسمر ده ضمور في المخ. يعني ربع المخ متشال ما كانش بيمشي. لا من ساعة ما كانش بيحرك خالص ولا ماشي ولا قاعد ولا حاجة خالص. ولا يقعد ولا حاجة كان زي منقش يا دكتور ساعة الدكتور فصوته والمرة. ملقح. ايوه كان نايم على السرير زي ما يكون لسه وعيل موجود. بس وقت بيقعد ويحكي. اول ما كشفنا عليه كان نايم ايوه خالص. كان نايم. وانت كاشف عليه قبل كده كتير. ماشي مع دكاترة عندنا في البلد كتير. كتير لفينا وبتاع. طب كان بيقولوا لك في علاج ولا ملوش علاج ولا ايه؟ الدكتور عبد الباسط من غير اسماء. يعني كذا دكتور يقول لي لا ما تعمليش علاج طبيعي ولا قال لك سيبيه زي ما هو. في دكتور في المنيا قال لي لا اعمل علاج طبيعي وخد الادويه بتاعتي بس هو اللي طلب مني. لكن يعني ما كانش في امل. كان بطيء خالص علاجه بصراحه. وبعدين خدنا بقى دخلنا بقى في الادويه بتاعتنا وعلاج أيوة ذكوري بصراحة. وبتاع. ايوه والاشعه كان فيها ضمور صح؟ هي من ساعتها الاشعه زي ما هي فيها دي كلها الاشعه بتاعته. وكسر الميه. دي سنه كام دي بقى؟ عملناها من زمان ده وساكن فوق. 2017. 2017 بدا بعد كده يقعد ايوه. وبعدين بدا هو حرك اعضاء جسمه اولا حرك الاعضاء بتاع جسمه. بدا يحرك جسمه وهو جثه. ايوه. بعد كده قعد بعد كده حاب حابه ويكسح بعد كده بيقول دلوقتي بس خايف خايف. طب بص هو الحكايه يعني الوضع ده ما كانش كده الاول. لا بص يا دكتور هو حكايه المشي ده هو قفل من الارض ويسيب نفسه ويعتمد على نفسه من قيمه يجي شهر بس. من شهر عدى. ايوه هو الحكايه دي. يلا عند الدكتور يلا. طب انتباهه عملت له بعد كل حاجه. تعالى. يلا. يا ولد. طلعت من زعل. البلاط تاثيره زعل. ده ضمور نقص اكسجين في المخ مولود بالمشكله ديت. ما كانش في امل في علاجه. ما كانش بيقعد ما كانش بيوقف ما كانش اصل في ناس لما بيقولوا لك ما بيقعدش ما عايز يصدق. لا يا دكتور هو اللي كان فاصل معاه. لا يا دكتور هو اللي كان فاصل معايا. ايوه لما حد ما اقول مثلا الولد ده ما كانش بيقعد وبتاع وبص زي ما انت بتقولي يقول لك لا الدكتور بيضحك علينا او لا انا من ساعه ما جيت يا دكتور الله يسمح لك بس انت قلت يعني زودي برضو العلاج الطبيعي معايا ومع ما عرضناش على العلاج الطبيعي. بس لما ادينا العلاج الذكوري بدا الموضوع يعمل قفزه معاه لان هو قبل ما يجي لي برضه كان بيعمل علاج طبيعي قبل ما يجي لي وما كانش برضه في تحسن. لما بدانا ندخل العلاج طبيعي ودخلنا الادويه بتاعتنا بدا مع العلاج الذكوري بدا الواد والعلاج التحفيزي بدا الواد يتحسن معانا. طيب هنخش بقى في مرحله عشان نقلل الخوف بتاعه.